تعالى بينا يا صديقي اشرح لك البارت اللي بعد كده واللي هو بيتكلم عن التست اناليسيز ورك برودكتس. التست اناليسيز ورك برودكتس، عندنا شوية ورك برودكتس هنا حلوين جدا، لازم تبقى فاهمهم كويس جدا. احنا عارفين ان التست اناليسيز احنا بنعمل فيه ايه؟ بنقول وات تو تيست، احنا هنتست ايه. حلو. ف under التست اناليسيز بيبقى في عندنا شوية conditions. حلو كده. يعني ايه شوية conditions؟ يعني التست كيسز او الكونديشنز، او يعني الحاجات من الاخر اللي احنا هنعمل لها تيست في السيستم اللي احنا شغالين عليه. حلو كده. دي باختصار التست كونديشنز، عشان لو كنت ناسي المفهوم بتاعها او معناها فانا بشرحها لك تاني اهو. فدي عبارة عن التست كيسز اللي احنا هنعمل لها اختبار او هنتستها او هنعمل لها اكسكيوشن. حلو. بنجيبها منين؟ بنكون جايبها مثلا من requirements، او بنكون جايبها من اليوزر ستوريز لو انا شغال اجايل. حلو. ممكن تكون كمان عبارة عن acceptance criteria. يعني ايه acceptance criteria؟ يعني عبارة عن الشروط او الحاجات اللي العميل عايز يشوفها عشان يقول لي انا خلاص موافق على السيستم اللي انت عملت لي ليه تيست ده. تمام. الحاجات دي بقى، التست كيسز دي او التست كونديشنز والاكسبتنس كرايتيريا دي، بتكون prioritized، يعني بيكون ليها اولويه او بتكون مترتبه حسب الاولويه. طب تعال نشوف مثال على الكلام ده. لو انا مثلا بعمل تيست للوجن سيستم، فانا هيبقى عندي مثلا 3 conditions او 3 حالات اختبار. جايبهم منين؟ من requirements، جايبهم من اليوزر ستوري، جايبهم من الحته اللي انت جايبها من التست بيز عامه. طيب، ايه ال 3 conditions اللي انا هعملهم للوجن سيستم؟ اول حاجه، لو انا عندي مثلا هعمل تسجيل دخول او هعمل لوجن، فانا عايز اقول والله لو دخلت يوزر نيم وباسورد مظبوطين يبقى اعمل لي لوجن تمام من غير اي ايشو يظهر. يعني تدخل يوزر نيم وباسورد صح وتدوس على البوتون بتاع سبميت او لوجن يدخلني تمام. طيب الكونديشن التاني، ان انا لو دخلت يوزر نيم غلط وباسورد غلط، او يوزر نيم صح وباسورد غلط، او باسورد غلط ويوزر نيم صح، اي حالة من الحالات مش مظبوطة، يعني اي حالة من الحالات الغير صحيحة، يقول لي والله انت مش هينفع تدخل ويرفض ان انا اسجل دخول. ده الكونديشن التاني. الكونديشن التالت مثلا، ان انا لو حاولت اكتر من 3 مرات يتعمل لي بلوك. فانا كده حددت الكونديشنز تمام، وكان عندي الاكسبتنس كرايتيريا بتاعت العميل، اللي هو يقول لي مثلا انا مش هقبل السيستم ده لو هو الشخص حاول يسجل دخول 3 مرات وما تعملوش بلوك. فده ضمن الاكسبتنس كرايتيريا. بعد ما حددت الحاجات دي فبعمل لها بريوريتايزيشن، او بتكون بريوريتايزد، ايه اللي هيتعمل قبل ايه وايه الاهم فالمهم. حلو كده. طيب، ايه تاني من الورك برودكتس اللي بتحصل during الاكتيفيتي اللي اسمه تيست اناليسيز؟ قال لك ان وانت شغال او during الاناليسيز بيحصل ان احنا بنلاقي مشاكل او بنلاقي ديفكتس في التست بيزس. ايه التست بيزس؟ اللي هي الريكويرمنتس او التست ديزاين دوكيومنتس، او الحاجات اللي هي البيز اللي احنا بناخدها بتبقى في البدايه خالص، يعني لما بنيجي نعمل زي ما نقول كده static testing. حلو. فبنلاقي ديفكتات، الديفكتات دي بقى بنمسكها نحلها. طب اتحلت كان بها، ما اتحلتش بنعمل لها حاجة اسمها bug report أو defect report. أهو بيقول لك and the defect reports regarding defects in the test base. الديفكت ريبورت يا باشا تكتبه لي للديفكتات اللي انت لقيتها في التست بيز اللي قلنا زي الريكويرمنتس. ده لو ما اتحلتش تمام دايركتلي، ده لو ما كانش اتحلت على طول، ما كانتش اتحلت ايه بشكل مباشر. حلو. ف باختصار الموضوع التست اناليسيز وات تو تيست، احنا بنتست ايه، جواه شويه ورك برودكتس، بيبقى في شويه منها الكونديشنز والاكسبتنس كرايتيريا بنعمل لها بريورتيزيشن. كمان لو لقيت ديفكتات في التست بيز وما حلتهاش فبحطها في ريبورت ماشي، وبتكون as work product generated during مرحله التست اناليسيز.